تحت درجة حرارة لافحة تفوق 40 يخرج الصيادون إلى الصحراء في رحلة شاقة لاصطياد سمك من نوع خاص يسبح فقط في الرمال دون البحار، يسمى الشرشمام أو سمك الصحراء. هو أحد أنواع الزواحف النادرة في العالم المهددة بالانقراض، والتي تعيش فقط في صحراء الجزائر. طوله لا يتجاوز 10 سنتيمترات، ولا يظهر إلا في وقت الحر. أغلب من يمارس هذه الحرفة هم الشباب الذين يتحملون عناء المشي في الكثبان الرملية والحرارة والعطش أحيانا، وتتطلب عملية الصيد المحفوفة بمخاطر عدة تركيزا كبيرا لتجنب الحشرات والأفاعي والعقارب. يقتفي الصيادون أثر سمك الصحراء ما بين فترتي الظهر والعصر عند اشتداد الحرارة، وهي الفترة التي تساعد الشرشمان على الخروج إلى سطح الأرض. يدخل سمك الصحراء في سبات عميق لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر، ليفيق من سباته مع نهاية فصل الربيع إلى غاية بداية فصل الصيف، وهي الفرصة التي ينتهزها أهل مدينة وادي سوف من أجل اصطياده. يستشعر الصياد وجود سمك الصحراء من خلال غوص يده في الرمال على عمق يصل إلى نصف متر، والمهمة ليست بالسهلة، كون سمك الصحراء يمتاز بسرعة حركته ومراوغته الشديدة، إذ يلقبه الصيادون بالسمك الثاقب، لأنه يلوذ بالفرار إلى الرمال وبسرعة ثاقبة. والصياد المحترف هو الذي يحكم قبضة يده بشكل جيد على السمكة ليمنعها من الحركة. تبعوا الجرة تاعه، هو يمشي شوية ويغوص في التراب. إلا ما تبع الجرة تاعه تلقاه غاص في التراب تجبد، تحفر عليه تجبد. بالنسبة لظهور الشرشمان يخرج في وقت نقولوا في الأخر تاع الربيع وفي أول الصيف، معناه كي تسخن عليه الدنيا بزايد ما يخرج، وكتبرد عليه الدنيا ما يخرجش. عملية الاصطياد تاع الشرشمان في المنطقة كانت في السابق، يعني جدودنا كانوا انهم يصطادوا الشرشمان، على الجال ما كانش عندهم الامكانيات اللي ياكلوها، المأكولات ياسر في المنطقة والتنوع، كانوا يلجؤوا لاصطياد الشرشمان. وكذا ان الطب البدائي كان يستعمل هذا الشرشمان للتداوي، وينصحون به التداوي من الحزاز والامراض الجلدية وعديد من الامراض الاخرى كامراض المعدة وكثير من الامراض الاخرى تداوي بها الشرشمان هذا. يعتبر سمك الصحراء الطبق المفضل عند الكثير من الصحراويين في جنوب الجزائر. تنزع أحشاؤه الداخلية ويقطع رأسه بعد أن ينظف ليتم شواؤه على الجمر، ويرى الكثيرون في استهلاكه شفاء من الكثير من المشاكل الصحية مثل العجز الجنسي وفقر الدم. يعتبر أنه سمك الصحراء، فيه معناها يعاون الإنسان كي ياكل ويعاونه في الباءة، يعالج العقم، فيه معناها ياسر فوائد اللي حطها فيه ربي سبحانه. وحني في البلاد راهم يشروا فيه وياكلوا فيه، لأن معناها كاين ياسر ناس يحبوا معناها يتشافوا به، والباقي معناها الشفاء بدين ربي. تحول سمك الصحراء إلى تجارة مزدهرة في أسواق المدن الصحراوية، وينتعش هذا النشاط التجاري مع حلول فصل الربيع إلى بداية فصل الصيف، إذ يكثر باعة الشرشمان الذين يتعاملون مع الصيادين المحترفين، فهم يصطادون النوعية المفضلة من سمك الصحراء الذي يتميز بحجمه الكبير ويطلق عليه العبادي. وتختلف أثمان سمك الصحراء حسب حجم السمكة، حيث يصل متوسط سعرها إلى أقل من $1.
يعمل الصيادون على بيع الكميات التي تم اصطيادها من سمك الصحراء من دون تربيتها بسبب تزايد الطلب عليها من قبل فئة كبيرة من سكان المدن الصحراوية، يقينا منهم من أن استهلاكه يكسب صاحبه مناعة ووقاية من سم الأفاعي واللسع العقربي المميت. تجارة الشرشمان هي تجارة معناها موسمية، تجي في فصل الربيع، يدوا اللي باش يداو به العقم، الدود الحناش في الكرش، كل شيء. معناها هذه الفائدة تاعو، كان اللي يشريه يبغيه زيه، وكان كل واحد يبغي يستعمله، كان يستعملوا حي يذبحوا حي وياكلوه، وكان اللي يستعملوا مجفف. أصبح الشرشمان مصدر رزق أساسي بالنسبة للكثير من الصحراويين، وعادة غذائية حميدة لدى البعض، وهواية تجذب إليها شريحة واسعة من الصحراويين المولعين بتتبع خطى سمك الصحراء.